جميعا. كل سنه وانتم طيبين اولا. نمره اثنين، انا سعيد جدا 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 ومبسوط جدا جدا بالتكريم الجميل. اولا عشان شفت كل اصحابي وزمايلي اللي انا اشتغلت معاهم واتشرفت بيهم وعشت عمر، بما فيهم الاستاذ عادل عمار. طبعا يعني ياما اشتغلنا مع بعض، وكان فعلا احساس الطبطبه على الناس ده متعلق بيه منذ الصغر لغايه دلوقتي، بيطبطب علينا بجائزه جميله زي ديت من مجمل اعمالنا اللي احنا اشتغلناها. اولا اشكر كل الساده القائمين على هذا التكريم من صغير لكبير، لاني انا شايف فعلا على وشوشهم المثل اللي بيقول لاقيني ولا تلاقيني، فهم لقونا ضحكه وطبطبه جميله. اتمنى الله الصحه والعافيه والسعاده على هذا على هؤلاء. اوسكار ايجيبت السينمائي. النهارده معانا الفنان الجميل حجاج. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. منورنا النهارده في المهرجان. اشكرك جدا، انتوا المنورين الدنيا كلها. ربنا يخليك يا فندم. حضرتك ايه رايك في المهرجان النهارده وفي تنظيم الحفله وكده يعني؟ طبعا شيء جميل وشيء عبقري وده فعلا تكريم للفنان على مجمل اعماله وعلى او اعماله المتميزه او على نشاطه واهتمامه بشغله، فده تكريم جميل جدا يعني. بما ان الاستاذ عادل عمار دايما كل سنه في المهرجان او في كل مهرجان بيجيب الشباب الجميل اللي عنده طموح اللي زي كده لا حضرتك كادر وقيمه من القامات الجميله الفنيه اللي بنتعلم منها. لا هو بيحب دايما بيدعم الشباب الصغيره وبيكرمهم في المهرجان في كل مره. تحب تقول ايه للشباب اللي مقبلين على الفن او حاجات توعيه ليهم؟ حضرتك تحب تقول لهم ايه؟ هو يهتم بشغله جدا ويهتم بدوره جدا، حتى لو جمله بيقولها في عمل فني، لاني انا بدات بجمل وتهتمي بالجمل ديت وتمثليها كويس وتذاكريها كويس وتلتزمي قوي وتذاكري دورك كويس وتذاكري الجمله، حتى لو جمله تذاكريها تقوليها بكذا معنى وبكذا طريقه وبكذا اتجاه وبكذا مضمون، عشان توصلي للناس بسرعه وعشان الناس تصدقك، لان الناس لما بتصدق بتحب، فلازم الناس تصدقك ولازم يعني يكون محسوس، يعني تحس اللي قدامك انت مصدقه، حاسه بالظبط، حاسس الكلام اللي بيتقال، وما يستعجلش على الشهرة وما يستعجلش على ان هو يبقى نجم كبير ويبقى التوب بتاع العمل. لا، اشتغل على اساس انك انت ترس صغير في مكنة كبيرة، يعني ترس مهم جدا، لو الترس ده مش موجود المكنة مش هتدور، فايا كان الترس ده صغير كبير مش مهم انت فين، انت المهم جزء من المكنه الفنيه الكبيره اللي شغاله. الشارع اللي بيأثر على الفنان ولا الفن اللي بيأثر الفن بيأثر على الشارع المصري ولا الشارع المصري بيأثر على الفن؟ انت مرايه الشارع، يعني انت مرايه الشارع بس بتجملي، يعني اذا كنت شايفه في الشارع حاجه مش حلوه فبتقولي انا اهو حته من الشارع، بس الافضل نعمل كده، ما نعملش كده. اذا كان بقى تراجيدي، اذا كان كوميدي، اذا كان استعراضي، لازم انك انت تاخدي من الشارع وتنقلي له، بس تنقلي له بابديت الايجابيات بتاعت مش السلبيات بتاعت الشارع. يعني جه فتره من بعض المسلسلات اللي فيها محمد رمضان وفيها نقد كتير حصل السنين اللي فاتت، حضرتك تحب تقول للشباب ايه؟ ان هم انهي دور اللي يحبوا يأدوه؟ دور الشباب زي الدور كده الادوار اللي كان بيقدمها محمد رمضان، وفي كذا مسلسل اتعمل في رمضان اللي فات برضو بنفس الحوار، بيبين بصوره الشارع بس بيبين السلبيات والشباب البلطجه والكلام ده. لا يعني انت بتعني اسم بالاخص، انا ما بعنيش اي اسامي وما بقولش اي شباب في اللون نفسه بتاع الفن. لا ده لون برضو مطلوب ومحبوب، ولون المنتج مؤمن بيه جدا والفنان مؤمن بيه جدا عشان يقدمه، فبالتالي ده عمل وفرجه، فالفرجه موجوده في كل الاماكن. بالظبط زي انت لما بتشوفي بتروح تشتري سوري يعني فستان، بتروحي هنا وبتروحي هنا وبتروحي هنا لغايه ما يعجبك الذوق بتاعك او الموديل بتاعك او اللون بتاعك، فبتشتري الفستان.
فدي معروضات. الفن ده عباره عن بتارين، والمشاهد هو اللي بيختار الذوق اللي هو عايزه. ايه الحاجه اللي حضرتك عملتها والناس حبتها وسابت اثر جميل قوي عند الناس؟ ايه المسلسل او ايه الحاجه اللي انت حبيت قدمتها بروحك الجميله والناس حبوها وسابوا انطباع جميل جدا؟ والله انا كل عمل بهتم بيه وبحبه، وكل عمل بعتبره ان هو احسن من اللي فات، ولكن كل عمل فيه رساله وليه طعم. ففي ناس بتحب الطعم ده برضه وناس بتحب الطعم ده، فانا بشتغل وخلاص، انا بشتغل للناس. حضرتك انسان محبوب وانا على المستوى الشخصي بحب حضرتك جدا. اشكرك. وبجد وشرفتيني النهارده في المهرجان وحاجه جميله. تحبي تقول ايه للاستاذ عادل عمار؟ ربنا يكرمه ويوفقه، و يعني احساس جميل، احساس الطبطبه ده على الفنان، ان انت بتكافئه في مجمل اعماله. بشكر حضرتك الفنان الجميل، بشكرك جدا على وجودك في المهرجان النهارده، وشكرا لحضرتك. اشكرك جدا جدا. ده تاني شكر. ها بكشفكم اهو. بكشفك وما تسجلي وسجلي. طب ادينا صورتين بقى عشان اعملها فارس بلا روايات العائله، كما قدم عدد من الاعمال الدراميه كمؤلف، منها مسرحيه قاعدين ليه. رحبوا معايا بالفنان عادل عمار. ممثل بدأ نشاطه الفني في منتصف الثمانينات، وأدى العديد من الأدوار في السينما والمسرح، ومن أشهر أعماله الفنية الإرهاب، شبكة الموت، ملف سامية شعراوي مع الفنانة القديرة نامية الجندي، ومع الراحل القدير أحمد زكي، امرأة واحدة لا تبكي، ضد الحكومة، حسن اللول، وأخيرا كان على موعد مع شخصية محمود عزت نائب مرشد الجماعة في مسلسل الاختيار من إخراج بيتر ليلي. رحبوا معايا بالفنان ولاد مجدي سعيد. زعيم من نجوم الطبخ في الوطن العربي، شيف متميز في مجال الطبخ، له وصفات مميزة. بدأ مسيرته على قناة الحياة وأكملها بالانضمام لقناة CBC سفرة. تعلم الطبخ أثناء سفره إلى عدة دول، منها ومن أقوالي أن الشخص الناجح لا يحضر الطعام مقدما، بل يعده على الهواء. رحبوا معايا الشيف الشربيني. الله الله الله. قدام ما بعرفش يصور. رئيس مهرجان الكوافير العربي الأستاذ سعيد عمران، فليتفضل استلام الجائزة. المنتج الفني عاطف عوض، فليتفضل استلام الجائزة. بعدين انت مش هتسلم داتا؟ هتسلم داتا والآن مع تكريم خبراء التجميل.